جهود مديرية الزراعة بالفيوم للمساهمة في زيادة إنتاج الثروة الحيوانية في حدود الإمكانيات المتاحة. بدأت مديرية الزراعة بالفيوم صباح اليوم المشروع القومي لإحياء البتلو بالتعاون مع وزارة المالية. البتلو، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية لصغار المربين وشباب الخريجين من الجنسين، حيث يستهدف 3 فئات هي المشروعات الفردية والجماعية والجمعيات التعاونية. الفئات المستهدفة بتاعته شباب خريجين أو أفراد مربي صغير يعني، ودي معاه لحد 20 راس. الفئة التانية المستهدفة اللي هي الشركات، والفئة الثالثة اللي هي جمعيات الثروة الحيوانية. الشركات والثروة الحيوانية ديت بتبقى طبعا عشان مساحات كبيرة وشركات، فبيبقى معاهم قرض من تقريبا من مليون وطالع يعني، لا أكثر يعني. هذا وتمنح مديرية الزراعة قروضا قصيرة الأجل للمربين بفائدة 5% لمدة عام، كما تقوم بدعم النخالة بواقع 40 كيلو للرأس الواحدة، كما تمنح المربي 12,000 جنيه حتى 15,000 جنيه. للعميل ان هو جد في القرض، فبيجيب الروز بتاعته بيحطها في المزرعه بتاعته، بتعمل معاينه ان الراجل سليم. بعد 3 اشهر بعد ما ياخد الجزء الاولاني من القرض اللي هو 50% من القرض، بنعمل معاينه تانية، بننزل مع الطب البيطري وبنعمل معاينه تانية ونشوف هو جد فعلا والروز دي موجوده عنده ومكمل ولا لا. لو كان ناقص في مش جد في المشروع ومش مكمل بقية الروس اللي موجودة عنده، بنعمل محضر معاينة بالكلام ده معانا مع الطب البيطري، وبنبلغ البنك ان هو مش جد في المشروع، يبتدي ياخد اجراءات البنك بقى مع العميل نفسه بناء على المعاينة بتاعتنا واللي احنا شفناها على الطبيعة. تقوم إدارة الإنتاج الحيواني بالزراعة بمتابعة العملاء الحاصلين على القروض، وفي حالة وجود مخالفات سوف تقوم بإيقافه. تواصل هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم